يا اهلا وسهلا فيكم اليوم من قصر الحمر موسم الجهر الثقافي. معانا الاستاذ نجيب المزيعل من فرقه الفنطاس، وحياك الله ابو سالم. يا هلا ومرحبا، حياكم الله وساعة مباركه. الله يا هلا فيك، الله يبارك فيك. اليوم نشوفك في الفعاليه الحلوه هذه اللي ان شاء الله تنعاد علينا كل سنه. امين يا رب. ونشوف فرقه الفنطاس متعنين من الفنطاس الى الجهره، وهذه كويت وحده. على قولتك الكويت وحده، وكلنا اهل هالوطن وكلنا نبي فرحه الوطن هذا ان شاء الله. بكل شيء تلقانا على طول فرحانين باذن الله. الحمد لله على الفعاليه الحلوه. والله صراحه السنه هذه يعني شفنا الشغل بالقصر الاحمر ما شاء الله. الفعاليات شغاله، البوثات شغاله، التراث باين، فالكل قاعد يطالع والكل مستانس، وشيء يحز بالخاطر اذا نسيناه وخليناه. لكن الحين انتم ما شاء الله احيوا المكان هذا، وما شاء الله بالفرق كل جمعه فرقه كل جمعه فرقه، فهذا اللي يسوي شيء حلو. ابو سالم، فرقه الفنطاس لو نروح نطلع من موسم الجهره، فرقه الفنطاس تقدر تقول للمشاهدين من متى تاسست؟ طبعا الفرقه هي متاسسه من 1920 ما شاء الله، وقفت فتره يعني تقريبا بعد الازمه 90، وقفت 23 سنه. اللي راحوا واللي وقفوا عن الفرقه واللي انتهوا، فالحين مع المجموعه اللي معاي رجعنا واحييناها مره ثانيه. معاي اخوي خالد الشريده، معاي اخوي فهد الحقان، معاي اخوي المنصور، فالكل قاعد يقام يتكلم وقام يعني ما شاء الله احييناها رديناها من وقفت فجاه. زين، تقدر تقول لي اول رئيس للفرقه؟ اول رئيس فرقه مجبل، فرج المجبل، بعدين خذاها عبد الله حنيف المزاعل، بعدين خذاها داود الحمدان، بعدين وصلت لياني نجيب المزاعل. هذا الاسم من اول يوم طلعت فيه الفرقه، هذا الفنطاس؟ هذه الفنطاس ابد ما تغيرت، وكل الموجودين اللي تشوفهم هذيلا من اهل الفنطاس، وكلهم قرويه، وابهاتهم اللي موجودين بالفرقه القديمه هذيلا اللي تشوفهم الحين واقفين كلهم عيال الحمدان، عيال الحقان، عيال المزاعل، عيال الردان، عيال الفرج، كل الفنطاس ابد هو الفنطاس بالاخص. هذه المجموعه ما شاء الله. تختصون بشنو؟ احنا نختص اول شيء كانوا اهلنا يختصون بالسامري والعرضه والفريسني والمجيلسي. الحين احنا الشباب دخلنا عليها شغلات اللي هي الفن البحري، ودخلنا عليها الاصوات، ودخلنا عليها اللعب، جميع الفنون يعني. انا نفسي على قولة المصري منى عيني ان شاء الله اني اشوف الفرنسي من زمان ما شفته. ان شاء الله فينا علشان متابعينا في قناه كاشف نيوز، يعني ابيك يعني رقصه الفرنسي هذا تراثيه قديمه ان شاء الله. من زمان مو شايفها. نحاول ان شاء الله نشيلها ونجهزها باذن الله ان شاء الله. الله يجزاك شكرا. ان شاء الله. الله يحفظك. كلمه تقولها الاخيره؟ والله اشكركم واشكر القايمين على الفعاليه هذه كلها، وجهودكم واضحه، والله يبارك فيكم ويكون طول عمركم. الله يحفظك يا رب. حسون الشمري من القصر الحمر، شكرا.